هي الغريب في موضوع الدولار ان الدولار بره في السوق السوداء زي ما بيقولوا بيتباع ب 50 وب 51، والدولة عارفة والناس كلها عارفة. تيجي تخش البنك يقول لك 31 30 ونص. يا عم طب انا اجي لك ليه؟ لما انا بره اغيره ب 50 51 وانت بتقول لي ب 30 و30 ونص. طب ال 20 جنيه الفرق دول بتوع ايه؟ انا حضرتك مش في السوق مش فاهم؟ تبقى نصيبة. لما تبقى انت مدير بنك او انت مدير البنك المركزي ومش فاهم ان هو في السوق السوداء بيتباع ب 50 51. اكيد حضرتك لما بتحب تغير بتغيره من السوق السوداء مش من البنك. تيجي تغير ريالات يقول لك ب 8 جنيه و30 قرش وبره ب 16 جنيه. ايه الضعف الفرق ده يعني؟ هل اللي بره ده عبيط مثلا مش فاهم؟ طب حضرتك ما عشان تنجح وتبقى صح وتكسب العمله اللي انت عايزها، اعمل كشك كده على جنب يعتبر سوق سودا الناس تغير فيه براحتها، ما تسالنيش منين وجايبه ازاي وباسبورك فين والكلام الهرتك ده كله، وب 50 يغيروا ب 50 هيخش لك عمله صعبه. لكن طول ما انت بالعقليه المتحجره دي ان انا عشان ما احسسش الناس ان الدولار عالي وان الجنيه نزل، اغيره ب 30 عشان انت بتحافظ على الشكل والمنظر ولا على المضمون؟ انت بتحافظ على المنظر، لكن المضمون الناس كلها عارفاه. الدنيا كلها عارفه ان الدولار في مصر ب 50، يعني مش حاجه مخفيه. يبقى انا عشان اكسب اعمل كشك كده جنب البنك لوحده بتاع عم اسماعيل يغير فيه للناس الدولارات وبتاع ب 50 وب 60، زي ما الدنيا ماشيه هو يمشي. كل ده هيخش لي في الاخر. ده اللي انا اعرفه. لكن طول ما انا مصمم ان بره ب 50 وعندي ب 30، هيجي لي ليه الناس تغير من عندي واخش لك ب 100 دولار؟ جايبهم منين يا عم؟ جايبهم منين؟ شحاتهم يا عم. ايه يا عم ما تمسكني الحرامي بشيلته. ده الناس كده. العقليه لازم نفك العقليه المتحجره بتاعت هات اتنين موظفين يضمنوك. يتوب علينا ربنا.